السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا تحمي نفسك وأولادك من كل الأمراض بإذن الله. تعالوا نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. في هذه الأيام أصبحت أسباب الأمراض لا تعد ولا تحصى. بمجرد ما الإنسان يأكل أكلة معينة أو يشرب مية من مكان ما أو غير ذلك تجد أصيب بالمرض الفلاني. كل هذا طبعا بتقدير الله سبحانه وتعالى ابتلاء لعباده، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الراضين بقضاء الله، وأسأل الله أن يعافينا من كل مرض ومن كل بلاء. بس تعالوا ناخد برضو بالأسباب ونقول هذا الدعاء اللي تعلمناه من النبي صلى الله عليه وسلم عشان نعلمه لأنفسنا ولأولادنا، عشان ربنا يحمينا ويحفظنا من كل الأمراض. ثبت في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك، بالله عليكم اكتبوه واحفظوه، اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. البرص معروف اللي هو البقع اللي في الجلد ده، والجنون معروف جنون في العقل، والجذام اللي هو المرض المعروف. طيب وسيء الأسقام تشمل كل الأمراض اللي فاتت واللي موجودة واللي هتيجي، يعني كل الأمراض التي لا نعلمها أو التي نعلمها. سيء الأسقام كل الأسقام التي تتعبنا والتي تؤذينا، بفضل الله احنا بنستعيذ بالله من تلك الأسقام يعني الأمراض. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. قول لي طب يا شيخ محمود والله العظيم قلت الدعاء ده وبرضه المرض جالي. أقول لك يبقى ربنا بيحبك، ما هو ربنا سبحانه وتعالى لا يبتلي إلا من يحب. وأقول لحضراتكم 4 نقاط بسيطة جدا في فائدة الابتلاء. أول حاجة أن الله عز وجل لا يبتلي إلا من يحب. مين اللي قال كده؟ سيد ولد آدم، ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، كما عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله إذا أحب قوما ابتلهم. يبقى دي رقم 1. رقم 2 ممكن يكون عندنا مشاكل ذنوب، فربنا بيعجل لنا العقوبة في الدنيا عشان نيجي في الآخرة نخش الجنة ما نتعاقبش. ده من رحمة ربنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا. الله أكبر. وإذا أراد بعبده شرا أجل عذابه إلى يوم القيامة. يبقى من رحمة ربنا اللي بيعجل لنا العقوبة في الدنيا. رقم 3 مغفرة الذنوب، إن ربنا يغفر لنا الذنوب بحيث إن إحنا بفضل الله سبحانه وتعالى ما يبقاش علينا ولا ذنب. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب العبد المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. آخر حاجة رفع الدرجات في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: وكلها أحاديث ما بين الصحيح والحسن بفضل الله. رفعت الدرجات. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا يكتب للعبد الدرجة والمنزلة في الجنة فلا يبلغها العبد بعمله، فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر عليها حتى يبلغه إياها. الله أكبر. يبقى بفضل الله سبحانه وتعالى الإنسان المبتلى ربنا بيحبه، بيعجله العقوبة في الدنيا، بيغفر له ذنوبه، بيرفع له درجاته في الجنة بفضل الله. لكن مع ذلك برضو بناخد بالأسباب. نقول الدعاء احفظوه معايا: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. عافاكم الله من كل بلاء، وشفى الله مريضكم، ورحم الله ميتكم، وجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.